يقول لها بصي انا عملت ايه، انا مش ناسي ابنك، انا عملت له مسرحيه بدل ما سميتها هاملت سميتها هاملت. اهدي بقى، اهدى الله يخليكي. ما تتجنيش علينا، معلش انا اسف. دي تويست في المعالجه السينمائيه، ده تويست في السيناريو بيجد فولس كونكشن. للمره الثانيه بقولها، علاقه زائفه بين هاملت وبين هاملت. فيلم هاملت، لا مش هاملت، فيلم هاملت. يمكن معظم الناس بتلخبط دلوقتي بين هاملت وهاملت، وهم ليهم حق، لان الخلط دوت اعتقد انه مقصود من صناع الفيلم. يعني النهارده هتكلم بسرعه كده عن ريفيو سريع بعد مشاهدتي لفيلم انجليزي اسمه هاملت. الفيلم ده اشتهر جدا على الانترنت في الفتره الشهر اللي فات، بعد ما يعني ناس كتير قوي من اللي اتفرجوا عليه من الجمهور في اوروبا وامريكا وهنا كمان في الوطن العربي وفي مصر ابتدوا يعملوا تراديشن ظريف قوي، ان هم يصوروا نفسهم هم داخلين قاعة السينما قبل وبعد، يعني قبل التجربة وبعد التجربة، قبل هاملت مش هاملت، قبل هاملت وبعد هاملت. فقبل هاملت بيبقوا قاعدين مبسوطين وبيضحكوا وبتاع، والفشار طبعا جاهز وكده، وبعد ما الفيلم بيخلص والتترات بتنزل، الكريدتس الأخيرة بتنزل، بيصوروا وشهم وهم يعني غرقانين في بحور من الدموع، وفي ناس كمان ما قدروش حتى انهم ينطقوا من كتر التأثر، يعني عياط هستيري. قلت ايه ده فيلم يعني جامد قوي، ده فيلم جامد قوي. انا كنت اعرف يعني بعض اعمال المخرجة اسمها كلوي جاو. كلوي جاو دي اساسا صينية، انتقلت للمعيشة في انجلترا، بدايتها افلام تسجيلية. البطولة لجيسي باكلي، دي برضو ممثلة من ايرلندا، عملت دور رائع جدا. يعني باختصار الفيلم برضو عشان الناس ما تتوهش، الفيلم عبارة عن مفروض الحياة الأسرية لويليام شكسبير. ويليام شكسبير هو أعظم مؤلف مسرحي الأشهر على مستوى العالم، اللي طبعا له أعمال يعني ماستر بيسز مشهورة وخالدة، زي مكبث وزي الكينج لير وحلم ليلة صيف وعطيل والعاصفة وطبعا روميو وجولييت. ولكن بتبقى أشهر وأهم أعماله على الإطلاق هي المسرحية المعروفة بهاملت. دي المأساة التراجيدية الأعظم على مستوى العالم، وده اللي حاول صناع الفيلم يعني المخرجة إنها تلعب عليه. بمعنى الفيلم معمول كويس، تصوير جميل، مونتاج جميل، الكاميرا بتحترم البعد المسرحي للموضوع. يعني انت عامل فيتشر عن ويليام شكسبير، فهي المخرجة كادراتها كادرات ثابتة سينمائية، حتى الكلوز اب بتعمله بحرص شديد وفي حدود ضيقة جدا. فالتمثيل هو الطاغي على الموضوع، والإحساس بالطبيعة. يعني هي الفيلم عن زوجة ويليام شكسبير. الفيلم هي اسمها آنيس أو أغنيس، بتمثلها زي ما قلت لكم جيسيكا باكلي، امرأة يعني محبة للطبيعة، مرتبطة بالطبيعة. الفيلم بيقدمها على أساس إن هي يعني مفيش فرق بينها وبين ماذر نيتشر، الأم الطبيعة، وإن هي حياتها بتسير بالإحساسها بالطبيعة، بالشمس، بالغابة، بالشجر، بتربي صقر، بتعرف الأعشاب، بتحب ولدت أول مولود ليها في وسط الغابة. ده كلام جميل، مش وحش. علاقتها بويليام شكسبير في الفيلم علاقة حب وكل حاجة، وابتدوا يعني أنجبوا 3 بنتين وولد. الولد اسمه هاملت، وده موضوع الفيلم. الولد بيموت في الفيلم. خلاص أنا آسف إن أنا في سبويلر هنا، فاللي ما شافش الفيلم ممكن يعني تسكيب وبعد كده يتفرج عليه يتفرج على الريفيو بتاعي بعد الفيلم. بس يعني أنا عايز أقول لك إن الولد بيموت. فهي الفيلم بيركز على إيه بقى؟ بيركز على الفجيعة بتاعة الأم اللي بتفقد ابنها الصغير.
طبعا الأم المرتبطة بالطبيعة في القرن ال15، لا في دكاترة ولا في طب ولا في بنسلين ولا في أنتيبيوتيك. الأم بتحمي أولادها بالغريزة بإحساسها بالأمومة، تحميهم من الطبيعة. يعني بيجي موسم الشتاء الأطفال بيجي لهم التهابات على زورهم، اللي بيسخن فيهم يا إما بيعدي بمقاومته الطبيعية يا إما بيموت. ده كان المعترف بيه، ده كان المعتاد، ده كان اليوجوال الناس عارفاه خلال العصور الوسطى. ده كان قدر أي طفل بيصاب بمرض في العصور الوسطى، يا إما مناعته تبقى قوية ويتغلب على المرض، أو المرض يتغلب عليه والولد ما بيعيش. في الفيلم بتاعنا الولد ما بيعيش. طيب القصة دي ما فيهاش فجيعة بالنسبة لو انت بتروي قصة من العصور الوسطى، فاهم قصدي؟ يعني هي لو هتفجعك النهاردة هي ما بتفجعش الناس اللي انت كنت بتخلف 10 اللي كان عايش في العصور الوسطى في 1500 ولا 1600 في أوروبا. انت بتخلف 7 8 بيعيش منهم 3 أو 2. ده كان المتعارف عليه، ده كان المعتاد، ده ما فيهوش أي فجيعة، ده المعتاد. يعني حتى هي حماتها اللي هي أم شكسبير قالت لها أنا كان عندي 3 ماتوا وباقي منهم 2. المخرجة عملت بقى إيه؟ عملت كارثة من هذا الموضوع، عملت كارثة. إزاي الولد يموت والبنت هي إزاي الولد يموت؟ لا، ومش الولد يموت بس، الولد يموت في غياب الأب شغال. هو الأب راح لندن عشان يشتغل، ويليام شكسبير بيكتب مسرحيات. هي اللي قالت له روح عشان انت شكلك انك موهوب وبتعرف تكتب وبتاع، انت مالكش مكان في الارياف، روح لندن. طب هي اللي بعتته، وراح الراجل راح يشتغل، مش راح يهزر ولا كان بيخونها. وبعدين الولد عيه وهو هناك، وما كانش فيه بقى لا موبايلات ولا تلغراف ولا جوابات ولا حاجه. مجرد ما جاله يعني الخبر ركب فرس وجه جاري. فرس هيجي من لندن للارياف مثلا في يوم ونص او يومين. فدخل على بعد الولد ما توفى بنص ساعه. ده مش ذنبه. لا، الام بقى عملت خميره عكننه ولبست الوش الخشب، وطول الفيلم تضربه تقول له كفايه انك ما جيتش، وكفايه ان الولد همنت مات، وانت بعيد عننا. وهو قاعد مدلدل راسه وحاسس انه عمل مصيبه. ويليام شكسبير عمل مصيبه، وكان المصيبه دي كمان لبست يعني احساسنا بالذات. يعني هي الممثله من كتر ما هي تمثيلها عالي قوي، والمخرجه كمان بتلمس الجانب النسوي في الموضوع، بتعلي قوي احساس المراه بالطفل، احساس المراه بالفقد، احساس المراه بالطبيعه. والمخرجه مع الممثله عملوا ايه؟ عملوا رابطه نسويه على المتفرج، حسسوه برضو بالذنب. ازاي الاب ما يبقاش موجود والابن تعبان والابن بيموت؟ الراجل كان شغال، الراجل ما كانش يعرف، الراجل في القرن ال15 ولا ال16 مفيش اي كوميونيكيشنز. لا، وصلوا احساسنا بالذنب ده للمشاهد، خاصة الفيميلز، خاصة الناس اللي هم ارتبطوا بالشخصية ومدى ارتباطها بالطبيعة، خاصة ان لحظات الولادة الطبيعية اللي بقت حاجة نادرة في العصر الحديث اتصورت كويس قوي. بتولد طبيعي، واحدة بتولد مرة في الغابة كأنها زي الحيوانات، بتولد فجأة كده بالطبيعة، ومرة التانية بتولد وهي قاعدة على كرسي. فتصويرها سينمائيا كان مؤثر لمين؟ مؤثر للأنثى اللي بتتفرج. أنا كنت أحترم ده. أنا عارف إن المخرجة ست والبطلة ممتازة، يعني جيسي باكلي أيرلندية، ممثلة مرشحة للأوسكار، وطبعا ممكن تاخده، عشان بس محدش يقول لي انت بتبالغ، ده خدت أوسكار. هتاخد أوسكار، ما تاخده. وكمان المخرجة مرشحة لنا أحسن إخراج وأحسن سيناريو، ماشي. بس أنا بقول لك إن الفيلم عمل يعني تويست على يعني مش عايز اقول خديعه، عمل تويست على المشاهد، بمعنى انه ربط الام بقى. عشان ايه؟ عشان الاب يكفر عن، يعني عشان هاملت عشان ويليام شكسبير يكفر عن ذنبه، عن غيابه، عن ميلاد ابنه، وعن عدم وجوده لما ابنه توفى. يعمل ايه؟ يروح عامل المسرحيه اللي هي هاملت، اللي هي بعيده تماما عن اي علاقه بابنه خالص. هاملت شخصية أو مسرحية بتدور حول تيمة واحدة بس، تيمة خيانة هاملت. أبوه اتقتل، يعني ده هو بيسقر لأبوه. أولا مش الابن اللي اتقتل، ده الأب اللي اتقتل، والأب اتقتل نتيجة خيانة. وخيانة مين؟ خيانة الأم، أمه الملكة
في مؤامرة مع عمه قتلوا الأب، هاملت بيجي ينتقم حتى لو مات في مبارزة في آخر المسرحية. ملهاش علاقة بالوفاة الطبيعية القدرية للطفل اللي اسمه هاملت. فالمخرجة عملت ايه؟ عملت تويست بقى، عملت مانيبيوليشن بقى، فعملت فولس كونكشن، ربط زائف بين هاملت الشخصية المحورية في الرواية والمسرحية العظيمة لويليام شكسبير، أعظم مسرحياته على الإطلاق، وهاملت الابن اللي متصور في الفيتشر دوت في الفيلم ده، على أساس إن هو ابن ويليام شكسبير اللي مات كقدر، جاله شوية التهاب على زوره، ما استحملش السخونية، توفى، بس مش أكتر. واحد بيموت موت قدري، ورواية بتمثل أمير بيسأر لأبوه الملك اللي أمه الخائنة في نتيجة خيانة بتتفق مع عمه إنه يقتل أبوه. ده موضوع تاني خالص، لأن الفينالة بتاعت الفيلم الأم بتروح تشوف عشان جوزها يصالحها بقى، فالناس حد من أختها أو أخته بتقول لها تعالي اتفرجي على الرواية الجديدة بتاعت جوزك. بتقول لهم ده أكيد عامل مسرحية كوميدية. قالت لا، ده عامل حاجة تراجيدية اسمها هاملت. هي سمعت كلمة هاملت الدم جري في نافوخها، وقالت لك بس ده في صلة بينها وبين هاملت، اما اروح اشوف، اما اروح اتفرج. فالفينالة كلها تقريبا التلت ساعة او الربع ساعة الأخيرة من الفيلم قاعدة متنحة وداخلة متنحة، عمالة تتفرج على المسرحية، والمسرحية كلها أساسا بينقوا منها لقطات، بتحاولوا إلى أقصى درجة إنهم يجدوا علاقة بينها وبين الولد. مفيش هنا بقى أنا فصلت تمام. ليه؟ لأن أنا دارس هاملت، أنا شارب هاملت، أنا شفت هاملت بكل الفيرجنز، يعني مسرحية وسينمائية اللي اتعرض في الفينالة بتاعت الفيلم، اكسيربس كده، يعني أجزاء عايزين يختطفوا حتة موت هاملت ويلزقوها لهاملت. لا يمكن. والشيء المثير للسخرية ان اللي بيعمل كده ناس انجليز ايرلنديين، يعني ناس عارفين يعني ايه هاملت. مفيش علاقة واتسو ايفر بين هاملت والربع ساعة الأخيرة، واللي هي البطلة ما بتعملش غير انها متنحة وعايزة تجد علاقة وتجد ريتريبيوشن وتجد يعني، وكأن جوزها مثلا بيقدم مسرحية هاملت دي عشان يغسل ذنوبه، طلبا للمغفرة، عشان مراته ترضى عليه. يقول لها بصي أنا عملت إيه؟ أنا مش ناسي ابنك، أنا عملت له مسرحية بدل ما سميتها هاملت سميتها هاملت. اهدي بقى، اهدي الله يخليكي، ما تتجنيش علينا، معلش أنا آسف. دي تويست في المعالجة السينمائية، ده تويست في السيناريو بيجد فولس كونكشن، للمرة التانية بقولها، علاقة زائفة بين هاملت وبين هاملت، وبيخلص الفيلم وأنا ممتعض للغاية. أنا حتى ما تأثرتش، بالعكس أنا كنت أنا متابع الخط الدرامي، متابع السكريبت. أنا راجل مخرج فيلم تسجيلي وفاهم بقول إيه. في ناس هتقول لك ما إحنا اتأثرنا وعيطنا، أيوة أنا عارف، ستات كتير هتتأثر للأسباب اللي أنا قلتها. الفيلم نسوي، وبيبرز مشاعر أنثوية كتيرة في الأمومة وفقدان الابن وفي الولادة وارتباطنا بالطفل وارتباط الأنثى بالطفل، كل ده مهم. مفروض بقى الفيلم كان يتسمى إيه؟ الأم المكلومة. الأم يعني المكلومة الحزينة، مش هاملت ولا هاملت، ملوش علاقة. فالخط اللي هو المخرجة يعني اختارت ان هي تمشي وراه وتربط في علاقة زائفة بين هاملت وهاملت، ده دمره بالنسبة لي انا كمشاهد. الفيلم يعني بالنسبة لي ما كانش مؤثر، بالنسبة لي لعب، it's a play on words، يعني بيتلاعب بالكلام، بيتلاعب بالألفاظ. فالناس اللي اتأثرت بالفيلم مش حاسة، مش عارفة، هي يمكن سلمت مشاعرها للمخرجة وخلاص، سلمت مشاعرها للحزن. فبيطلع بيقول لك ده فيلم عن الجريف، فقدان الابن، فقدان الطفل، ماشي اوكي، يبقى اسمه الأم المكلومة، بس مش هاملت. والفينالة بتاعت الفيلم quite irrelevant، ملاش أي علاقة. انت انا متفق معاك، متفق مع المشاهدات اللي عملوا تيك توك فيديوز كده واتكلموا على اساس ان ده قد ايه الموضوع كان بيوجع وفقدان الابن بيوجع ايوه اوكي جميل جدا وتصور كويس قوي. بس الفيلم اللي حاول يلعب على التيمه ديت ويلويها ويدخل هاملت في الموضوع بدون اي داعي.
فبالنسبة لي الفيلم ما كانش مؤثر، ما كانش ناجح في الخط الدرامي اللي خده، لأن هو بعد عن الخط الدرامي ودخل في الخط اللي هو الزوجة اللي بتدور على إلى حد ما صورة من صور الانتقام من جوزها، وجوزها عشان يكفر، أيوة عشان هي دي الكلمة، to redeem himself، عشان يكفر عن ذنبه، بيقول لمراته بصي تعالي اتفرجي على هاملت وشوفي أنا عملت إيه. وهاملت صراحة وفي الواقع، واقع الأمر إن مسرحية هاملت العظيمة ديت ليس لها أي علاقة لا بشخصية هاملت ولا بالشخصية اللي اتقدمت في الفيلم كمرات شكسبير اللي هي آنيس خالص. مسرحية هاملت مسرحية درامية ليها كيانها المستقل وليها خطها الدرامي المستقل اللي بيدور حوالين تيمة الخيانة والثأر لوفاة الأب. ايه علاقة الخيانة والثأر والأم هنا في هاملت طالعة خاينة؟ دي الأم هنا في هاملت طالعة وفية قوي، الأم في هاملت طالعة خاينة، ما ينفعش you can't reconcile الاتنين دول، ما ينفعش، مش هيجوا مع بعض، مش هيختلطوا. يمكن الفيلم يعني لو انت اتفرجت عليه بدون ما تعرف يعني ايه شكسبير ويعني ايه هاملت هيعدي. لو انت أنثى ومشاعرك فياضة أكيد هتتأثري. في كلا الأحوال الأداء بتاع جيسي باكلي أداء جميل جدا. المخرجة يعني نجحت في إنها توصل مشاعر الارتباط بالطبيعة والحزن على فقدان الابن والكلام ده كله، ولكنها فشلت فشل ذريع في إنها تربط بين قصة الفيلم وقصة الولد اللي هاملت مع الرواية والمسرحية العظيمة ويليام شكسبير اللي هي أعظم أعماله على الإطلاق، أو هي مسرحية هاملت. وزي ما ابتدى الفيلم ببريفس أو إبيلوج كده أو بنوت معين، بانترودكشن كده، بتكست بيقول إيه؟ بيقول إن هاملت في الواقع هو هاملت. يعني شوف النية، شوف اللعبة يوم الأول واضح، عشان ما يقوليش بس عشان ما حدش يقول لي ده تصورك أنت، لا ده المخرجة كاتبة كده في الواقع إن هاملت هو هاملت من الأول ومن الآخر. لا هاملت مش هاملت خالص. والانترودكشن ده انترودكشن خادع للمشاهد، المشاهد اللي هو الواعي، اللي هو قاري، اللي هو دارس شكسبير، اللي دارس سينما. فأنا ما عنديش مانع، ده فيلم مش وحش، بس الفيلم خادع في الخط بتاعه والتوجه بتاعه من البداية إلى النهاية. ده على الأقل اللي وصلني. فأتمنى أن أنتم تشوفوا الفيلم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وده مش هيمنع برضه، عشان بس الناس لما تقول لي يعني يا راجل دي مرشحة للأوسكار، ده أحسن أيوة يا سيدي، ما قلتلكش لا، هياخد أوسكار، هياخد جوائز أوسكار، بس ده مش معناه الفيلم ناجح والفيلم ما عملش تويست في البلوت ده وما عملش تويست على المشاهد ومفيش إلى حد ما خداع في السكرين بلاي. أنا أرفضه كصانع للأفلام وكراجل دارس يعني إيه مسرحيات شكسبير، وبالتحديد مسرحية هاملت العظيمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.